السلام عليكم، أهلا بيكم وفيديو جديد. أنا ولاء ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفوني ياريت تنوروني باشتراك في القناة وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم. النهاردة هنعمل وصفة الكل بيحبها جدا ومفيش بيت بيستغنى عنها، وهي القراقيش أو المنين. هنعمله النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة وعجينة طرية جدا، لدرجة إننا هنقدر نفتح القراقيش السادة بالشكل اللي احنا شايفينه ده ونحشيها بقى أي حشوة احنا حابينها، لانشون، جبنة، اللي انتوا حابينه. يلا بينا نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وندخل على طول على المقادير السهلة جدا بتاعتنا. مقاديرنا سهلة وموجودة إن شاء الله في كل بيت. هنجيب هنا كوباية كده فيها حوالي 10 جرام من الخميرة البلدي أو الخميرة البيرة، أنا بحبها جدا جدا في المعجنات. لكن لو مش متاح الخميرة البلدي وموجودة خميرة فورية استعمليها عادي جدا. نبدأ بقى نضيف على الخميرة معلقة كبيرة من السكر، ودي مهمة جدا علشان تنشط الخميرة معانا وكمان بتدي تيست حلو للعجينة. هنضيف عليها كوباية كده 200 ملي من الحليب الدافي، يفضل يكون الحليب دافي علشان الجو برد ما تاخدش العجينة معانا وقت كبير بقى في التخمير. هندوب كل المكونات كده مع بعضها وبعدين هنبدأ نغطيها ونسيب الخميرة بالحليب على جنب تخمر. في الوقت دوت هنبدأ نحضر المكونات الجافة عندنا. تقدروا طبعا تضاعفوا المقادير لو حابين. نص كيلو دقيق منخول، اي نوع دقيق هيمشي في الوصفة دي. هنرش على الدقيق كده رشة صغيرة من الملح، حوالي ربع معلقة صغيرة، وبعدين هنضيف عليهم بقى 4 معالق كبار من السكر، ودول مهمين جدا علشان يخلوا طعم العجينة لذيذ، خصوصا ان احنا نعمل نصها بالعجوة والنص التاني هيبقى سادة. فالنص السادة ده لما بيبقى سكر العجينة حلو يبقى طعمه حلو جدا كده مع الشاي او مع اي حاجة. هنضيف كمان نص معلقة من البيكنج باودر، ودي برضو مهمة جدا لأنها بتعتبر محسن طبيعي للمخبوزات. وهنقلبهم كده كلهم مع بعض بكل سهولة، وبعدين هنبدأ نضيف بقى الفانيليا البودر. زي ما احنا شايفين الفانيليا بتفرق جدا في ريحة ونفس كده القراقيش بتاعتنا، بتديها ريحة خطيرة. بعدين هنضيف بقى هنا كوباية من السمنة على زيت. انا ضفت 3/4 الكوباية سمنة والربع بس اللي زيت، ده عشان انا بحب القرص او القراقيش او المنين يطلع طري. لو انتوا حابينه يبقى مقرمش شوية تقدروا تضيفوا نص الكمية زيت ونص الكمية سمنة، او الاكتر يبقى زيت، ده لو انتوا حابينه يطلع مقرمش. هنقلب بقى كده كل المكونات بكل سهولة، وبعدين نبدأ نبس العجين مع بعض بين ايدينا كده. والخطوة دي مهمة علشان بتخلي المعجنات بتاعتنا او القراقيش بتاعتنا تطلع دايبة كده وفي منتهى الجمال. اول ما هنخلص بقى بس العجينة زي ما احنا شفنا كده هنبدأ نضيف الحليب بالخميرة. هنلاقي ما شاء الله الخميرة عليت واتفاعلت مع السكر وبقت زي الفل. هنبدأ نضيفهم بقى ونبدأ نعجن المكونات كلها على بعض. بس خلوا بالكم احنا مش يعني النواعم والقراقيش والحاجات دي كلها انا ما بحبش اعجنها كتير، لان كل ما بنعجن العجينة كتير كل ما الدقيق بيشد معانا اكتر، وده طبعا لان بروتين الدقيق بيعلى او جلوتين الدقيق بيعلى واحنا بنشتغل فيه، وده احنا مش عاوزينه. احنا عاوزين تطلع القراقيش طرية وناعمة وفي منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين كده انا لقيت العجينة محتاجة شوية كمان من السوائل، فبنفس الكوباية اللي كنت معايرة بيها اللبن جبت حوالي نص كوباية من المية الدافية، ضفت نصهم بس، يعني ضفت تقريبا ربع كوباية، وبلم العجينة كده لقيتها طلعت طرية وناعمة ومفيش احلى من كده. استخدمنا السوائل هنا كوباية من الحليب الدافي اللي حطينا فيها الخميرة وربع كوباية من المية. خلوا بالكوا قوي من الموضوع ده يا جماعة علشان انواع الدقيق بتختلف في امتصاصها للسوائل. غطيناها بقى زي ما احنا شفنا كده وهنسيبها ترتاح 10 دقايق ربع ساعة بالكتير، وبعدين هنبدأ نشكلها. ولازم طبعا نغطيها واحنا بنشكلها علشان الجو برد وما تنشفش معانا. هناخد بقى قطع صغيرة كده من العجين زي ما احنا شايفين. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، العجينة طرية وناعمة وفي منتهى الروعة. هنبدأ بقى نفردها كده عادي جدا، وهنجيب بقى دي عجوة انا محضراها من قبل ما ابدأ الفيديو علشان ما اطولش الفيديو عليكم. وهنبدأ نبططها كده بالشكل اللي احنا شايفينه جوه العجينة، وهنقفل بقى ايه العجينة على بعضها كده وعلى العجوة هنقفلها كويس جدا جدا.
كمان نقدر نفرد العجوة بالنشاب على الرخامة ونشيلها نحطها فوق العجينة ونقفل العجينة عليها ونبدأ نشتغل عادي. انا عامله اكتر من وصفه معاكم في القناه هنا للقراقيش، ان شاء الله اسيب لكم لينك الوصفات دي تحت في صندوق الوصف. اللي مش عارف مكان صندوق الوصف هيضغط كلمه المزيد اللي موجوده تحت الفيديو، هيبان له صندوق الوصف. بالمردنه بقى او حتى بايدينا هنبدا نفرد العجينه جواها العجوه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ودي قطعه الجزر، لو انتوا عندكم قطعه البيتزا اللي هي بيبقى حرفها مشرشر زي دي كده تقدروا تقطعوا بيها، بتدي شكل حلو جدا. ودي بتبقى فكرة جديدة ولذيذة كده لعمل القراقيش بالعجوة. هنبدأ بقى نلفها رول كده. الطريقة سهلة جدا وبسيطة وطعمها خطير خطير. انا مش عايزة اقول لكم العجينة دي انتوا هتتبسطوا جدا جدا من المقادير بتاعتها، وان شاء الله هتعتمدوها في كل وصفات القراقيش او القرص الطرية اللي انتوا هتعملوها بعد كده. هنقفل بس اهم حاجة علشان لو ما قفلناش كويس عليها بتفتح في التخمير وبتفتح في التسوية. هنخلص بقى كل الكمية طبعا بنفس الشكل، بسرعة بسرعة كده بننجز. وكل الحاجات ان شاء الله مش بتاخد مننا ولا وقت ولا مجهود في عمل المنين بالعجوة ده خالص. هنرصهم بقى في صينية، انا ما دهنتهاش اي مادة دهنية، كده كده العجينة بتاعتنا فيها الدهون الكفاية اللي ما تخليهاش تلزق ان شاء الله في التسوية. اللي بيقلق او بيخاف من موضوع ان الحاجة تلزق يقدر يرش رشة بسيطة خالص او مسحة بسيطة خالص من الزيت في الصينية. هنكرر طبعا الموضوع ده زي ما احنا شايفين. هنفرد العجوة كده وندخلها كده جوه العجينة زي ما احنا شايفين بكل سهولة. تكنيك بسيط خالص لعمل القراقيش، لكن كمان بيطلع حلو قوي. وكمان لو عندنا بقى ضيوف ولا حاجة بيبقى شكلها مبهر، والكل يعني بيستغرب احنا عملناها ازاي، وهي ولا اسهل من كده. تحسوها كده متعوب عليها، لكن هي اساسا مش متعبة خالص ولا فيها اي حاجة. نكمل برضو بنفس الشكل كده ونرص بقى في الصواني بتاعتنا. وعايزه اقول لكم ان ما شاء الله نص كيلو دقيق، لكن حقيقي بيعمل لنا كميه كويسه جدا جدا. الولاد بيحبوا الحاجات دي في البيت، وانا بصراحه دايما بحب اعملها لهم لانها اي شيء فيه تمر بجد مغذي وحلو للكبار وللصغيرين. هنيجي بقى للنص التاني من العجينه اللي هنعمله قراقيش ساده. زي ما انتم شايفين كده بكل سهوله الدنيا ماشيه زي الفل. السمك كده حلو، انا عايزاه تبقى سميكه شويه عشان هي لما بتبقى سميكه كده بعد ما بتستوي بتبقى هايشه كده وهشه وفي منتهى الجمال وطريه، وينفع كمان نفتحها ونحشيها من جوه، مش بس ان نحط من عليها من بره جبنه بس، لا كمان ينفع نفتحها بالسكينه ونحط جواها الحشوه ونستمتع بقى باحلى رقيش طري. فكده يبقى عملنا حاجه اكلنا منها حلو وحلو. رشيت على الجزء الساده ده شويه من السمسم كده بيديها طعم وشكل حلوين. رصيناهم بقى كده في الصواني زي ما احنا شايفين. هنسيبهم بقى ايه نص ساعة ساعة الا ربع كده يخمروا. بعد كده ندخلهم الفرن في الرف اللي في النص على درجة حرارة 200. اول ما تاخد بقى لون كده زي ما احنا شايفين من ارضيتها كده من تحت، هنبدأ بقى ايه نشغل عليها الشواية دقيقتين 3 لحد ما كمان الوش ياخد اللون الاحمر الحلو اللي احنا شايفينه ده. بصوا بقى يا جماعة طراوة العجينة، انا مش عايزة اقول لكم انتوا هتنبهروا قد ايه بنتيجة الوصفة دي، هتنسوا اي طريقة تانية انتوا تعرفوها. جميل بقى في الموضوع ان العجينه بتتفتح بقى وينفع نحشيها بقى لانشون بقى، جبنه بيضه، جبنه رومي، اللي انتوا حابينه. الطعم خطير. انا عايزه اقول لكم ان الولاد فرحوا اكتر بفكره القراقيش الساده اكتر كمان من اللي بالعجوه. هنا بيكون خلص فيديو النهارده، اتمنى ان شاء الله انه يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل جرس الاشعارات عشان يوصل لكم اشعارات بكل وصفاتي الجديده اول باول. اشوفكم فيديو جديد على خير، والسلام عليكم.